تخيل انك محبوس في مدينة كاملة كلها مقفولة عليك، الشرطة والجيش واكبر عصابات المافيا كلهم بيدوروا عليك، وده بالظبط اللي بيحصل مع ريك في اخطر مهمة انقاذ قرر يقوم بيها في حياته. يا ترى هيقدر يهرب من الفخ ويكمل المهمة المستحيلة دي، ولا مصيره هيبقى مجهول؟ لو اول مرة تشوف عالم الافلام ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك وسبسكرايب. فيلمنا بيبدأ في مدينة داكا ما بين الهند وبنجلاديش، وبنشوف ريك ضابط القوات الخاصة السابق محاصر على الجسر اللي بيربط ما بين المدينتين، وبيكون بيشتبك مع شرطيين من بنجلاديش وبيخلص عليهم قبل ما ينضرب عليه رصاصة من ظهره. ريك بيقع على الأرض وبيكون واضح إن إصابته خطيرة. وقبل يومين من الحادث ده بنشوف الولد المراهق مهجان وهو خارج من المدرسة مع صحابه، وبيكون في عربية خاصة مستنياه عشان توصله مطعم يتغدى فيه، ومن بعدها بتوصله على البيت. وبيكون واضح ان اوفي اهله اغنياء، ولما بيدخل القصر بيقابله ساجو مساعد ابوه ودراعه اليمين، وبيعاتب اوفي لانه اتاخر وبيقول له ان ابوه نبه عليه لازم يرجع للبيت على طول بعد ما يخلص المدرسه. واوفي بيعتذر له وبيدخل يلعب على البيانو، وبيفضل صاحي لحد ما كل اللي في البيت بيناموا، وبيكلم بعضها اصحابه وبيتفق معاهم ان هم يسهروا في مالها ليلي. وفعلا اوفي بيستنى لما ساجو وكل اللي في البيت بيناموا، وبيخرج بعدها يسهر مع اصحابه في نايت كلاب. واحد من صحابه بياخده بره المكان عشان يشربوا سجاير مع بعض، وقبل ما اوفي يشاركوا في اللي بيعمله بيتفاجئوا هما الاتنين بدورية شرطة بتقف قدامهم، وبينزل منها ظابط وبيسأل اوفي وصاحبه لو معاهم مواد ممنوعة. فصاحب اوفي بيخاف وبيقول له الحاجات دي مش بتاعته، وساعتها الظابط بيخرج مسدسه فجأة وبيخلص على صاحب اوفي وبيغطي وش اوفي وبيخطفه. وبيكون واضح ان الشرطي الفاسد ده خطف اوفي لحساب حد تاني، لان اللي بيحصل بعدها ساجو بيزور مجرم خطير اسمه مهجان، وده يبقى ابو اوفي اللي ساجو بيشتغل عنده. ومهجان بيحمل ساجو مسؤولية خطف ابنه لان هو المكلف بحراسته، وبيطلب منه يرجعه باي طريقة، وبيكون عارف ان ابنه اتخطف في مدينة داجا في بنجلاديش. ولما ساجو بيقول له هيحتاجوا الجيش كامل عشان يرجعوا اوفي، مهجان بيهدده وبيقول له لو مرجعش اوفي هيخلص على مراته وابنه. وبنعرف ان هو كان مقاتل سابق في قواته الخاصة، ولما بيرجع لبيته بعدها بيحكي لمراته عن اللي دار بينه وبين مهجان، وبيطلب منها انها تطمن، وبيقول لها ان هو هيحل الموضوع. وبنروح بعدها لمدينة كامبري في استراليا، بيكون ضابط القوات الخاصة تايلر ريك بيكون نايم فوق جبل على البحر، وفجأة تايلر بيقوم بدون مقدمات وبينط في البحر وبيغطس وبيكتم نفسه تحت المية لفترة طويلة، وبيظهر عليه ان هو مكتئب بسبب موت ابنه. وتايلر بيرجع بعدها للكوخ الصغير اللي هو عايش فيه، وبيلاقي صديقته نيك مستنياه، وبتلاحظ نيك حالة الاكتئاب اللي تايلر عايش فيها، وبتبلغه ان عندها ليه مهمة جديدة، وده لان تايلر دلوقتي بينفذ مهمات صعبة مقابل مبالغ كبيرة. والمهمة بتكون ان هو ينقذ اوفي ابن مهجان من العصابة المنافسة اللي خطفته، واللي بيكون محتجزينه في مدينة داكا في بنجلاديش. وبتقول له ان اللي خطف اوفي هو اخطر راجل في بنجلاديش واللي اسمه امير عاصف. ونيك بتبلغ تايلر ان الوضع هيكون صعب جدا بعد ما ينقذ اوفي، فتايلر بيقول لها ان هو متعود على الصعوبات دي، ونيك بتقول له انها تستناه بكره عشان تديله التفاصيل، وبتسيبه بعدها وبتمشي. وفي نفس الوقت ساجو هو كمان بيودع مراته وبيسافر لمدينة داكا. وتاني يوم تايلر بيقابل نيك والفريق اللي هيساعده في العملية على حدود مدينة داكا، وبيتقال له ان امير عاصف اللي خطف اوفي هو اكبر تاجر ممنوعات في بنجلاديش، وان في عداوه كبيره بينه وبين مهجان ابو اوفي، وعشان كده خطف اوفي عشان ينتقم من ابوه. واياز اخو نيك بيقول لتايلر انه بعد ما ينقذ اوفي في 2 من الفريق هيساعدوه عشان هيوصلوا له الطياره اللي هيهربوا بيها، وبيقولوا كمان اللي محتجزين اوفي حوالي 20 راجل مسلح. وتاني يوم تايلر بيدخل لمدينه داكا وبيقعد على كافيه في الشارع بعد ما بيكون الفريق بتاعه تواصل مع اللي خطفوا اوفي وفهموهم انهم هيدفعوا فديه كبيره. وجماعه امير عاصف بيتكلموا تايلر وبيكونوا بيراقبوه وبيخطفوه بعدها في عربيه وبياخدوه للمكان اللي خاطفين فيه اوفي. والزعيم بتاعهم بيطلب من تايلر فلوس الفديه، لكن تايلر بيصمم ان هو لازم يتاكد ان اوفي موجود وبخير قبل اي حاجه، وبيهددوه انهم هيخلصوا عليه لو مسلمهمش الفلوس. بس تايلر برضه بيصمم على موقفه، وبيستغرب الزعيم بتاعهم من جرأة تايلر بعد ما بيحط السلاح على راسه، وبيلاقي تايلر مش خايف، وبيوري له بعدها اوفي وهو مربوط في اوضه. وساعتها تايلر بيتاكد ان اوفي بخير، وبيقولوا له بعدها ان هو لو ما جابش الفلوس هيخلصوا على اوفي فورا. وبياخدوا تايلر بعدها وهو متكتف عشان يجيب لهم الفلوس، وبيكون في قناص من فريق تايلر بيضرب واحد من افراد العصابه اللي ماسكين تايلر وبيخلص عليه، وتايلر بيقدر ان هو يتغلب على الراجل التاني وبيخلص عليه هو كمان، وبيفك ايده بعدها وبيحرر نفسه. وعصابه امير عاصف بيسمعوا الباب بيخبط خبطه غريبه عليهم، وقبل ما الزعيم بتاعهم ياخد احتياطاته ويفتح الباب تايلر بيضربه برصاصه من ورا الباب وبيكسر الباب وبيدخل، وبيخلص
بيخلص بعدها على كل اللي موجودين في المكان، وبيكون القناص واقف في مكانه بيخلص على باقي افراد العصابه اللي واقفين باسلحتهم بره المكان. وبيفضل تايلر يشتبك مع باقي افراد العصابه واحد ورا التاني لحد ما بيخلص عليهم كلهم بعد معركه قويه. وبيرفض ان هو يأذي طفل العصابه كانت مجنداه، وبياخد من الولد الصغير السلاح وبيسيبه ويمشي. وبيدخل يحرر اوفي بعدها وبيطلب منه ان هو يخبي وشه عشان محدش يعرفه. وتايلر هو كمان بيخبي وشه، وبيخرجوا هما الاثنين من باب خلفي وبيهربوا من المكان. وتايلر بعدها بيخبي اوفي في شنطه عربيه كان مجهزها وبيستعد للخروج من مدينه طاقه. وفي الوقت ده بنشوف امير عاصف فاكر الممنوعات اللي خطف اوفي عشان ينتقم من مهرجان ابوه. امير بيكون بيجند الاطفال المشردين عشان يشتغلوا لحسابه في اعمال غير مشروعه، ورجالته بيكونوا بيستجوبوا الاطفال دي عن فلوس حد فيهم سرقها، والولاد بيكونوا خايفين جدا ومحدش فيهم بيتكلم. فواحد من رجاله امير بيرمي ولد من الولاد دول من فوق السطح عشان يقولوا مين اللي سرق الفلوس، وبرضه محدش من الولاد بيتكلم. وبيكون الراجل عاوز يقرر اللي عمله ده مع ولد تاني بعدها، لكن في ولد من اللي موجودين اسمه فراد بينقذ الموقف وبيقول لامير ان اللي سرق الفلوس دي يبقى الولد اللي رمى الراجل من فوق السطح دلوقتي. وامير طبعا ما بيصدقهوش، لكن بيكون معجب بشجاعته وبيكون عاوز يعاقب فراد لانه عارف ان هو بيكذب، فبيطلب منه ان هو يقطع صباعين من ايده. لكن قبل ما فراد ينفذ كلام امير بيجي ضابط فاسد بيكون بيشتغل مع امير وبيبلغه ان اوفي هرب. وامير بيقول له فراد انه حظه حلو فبيسيبه بعدها، وبيأمر الضابط ان هم يقفلوا مخارج المدينه كلها عشان يقبضوا على اوفي واللي معاه. وبنرجع تاني لتايلر اللي بيكون وصل لحدود مدينه داكا، وبيغرق اوفي بعدها من شنطه العربيه وبيديله اكل، وبيكلم الفريق بتاعه وبيقول لهم ان هو وصل مع اوفي لنقطه الالتقاء، وبيصور اوفي بعدها فيديو وبيبعته لنيك عشان تبعته لمهرجان ابوه ويتاكد ان ابنه كويس وياخدوا منه باقي فلوسهم. وفعلا الفريق بتاع نيك بيبعتوا الفيديو لفريق مهرجان اللي بيكونوا متابعين الموقف هم كمان. وفي نفس الوقت تايلر بيهرب باوفي من وسط الغابات عشان يوصل لمركب مستنياه، والمركب دي المفروض توصله لطياره هليكوبتر تاخدهم بره مدينه طاقه. والظابط اللي مع امير بيبلغوا انهم قفلوا المدينه كلها بحواجز امنيه. وامير بيقابل فراد من تاني وبيلاقيه بيفتح له باب العربيه، فبيقول له واحد من رجالته ان فراد عاجبه وبيطلب منه ان هو يديله سلاح ويخليه من رجالته. وفريق تايلر بيكونوا مستنيين تحويل الفلوس من مهرجان، لكن الفلوس ما بتوصلش، وده لان مهرجان ابو اوفي بيكون عاوز يضحك على فريق تايلر لان ببساطه الحكومه صدرت كل فلوسه، والخطه اللي عملها ان هو يدفع عربون لنيك عشان تايلر ينقذ ابنه، وفي نفس الوقت بيبعت ساجو دراعه اليمين عشان يخلص على تايلر وياخد منه اوفي. وساجو فعلا بيكون مستخبي وسط الغابه وبيخلص على القناص جي اللي من فريق تايلر، لكن نيك بترصد تحركات ساجو وبتقول لتايلر ان في حد قريب منه. وفي نفس الوقت قوات الشرطه اللي تبع امير بيلاقوا المركب اللي تايلر كان هيهرب بيها وبيعرفوا ان تايلر قريب، فبيبداوا يمشطهم مكان. وساجو بعدها بينده لاوفي عشان يروح له، لكن تايلر بيمنعه وبيقول له ان هو لازم يهربوا. وفعلا تايلر بيقدر يهرب من ساجو اللي بيطارده عشان ياخد منه اوفي، وبيرجع يركب عربيته من تاني وبيدخل لمدينه داكا. وفي الطريق بيقول لاوفي ان ابوه بنفسه هو اللي مأجره عشان يرجعوه ليه، وبيكون فاكر ان ساجو عمل صفقه مع امير عشان يخليه يخطف له اوفي من تاني. وتايلر بيتحاصر مع اوفي وقوات الشرطه وما بين ساجو، ونيك بعدها بتتصل بيه وبتبدا انها توجهه، وساجو بيكون قدر يسرق عربيه شرطه وبيكون بيطارد تايلر هو كمان. وفي نفس الوقت بيكون بيتخلص من باقي عربيات الشرطه اللي تبع امير عاصف. ساجو بعدها بيقدر ان هو يحاصر تايلر بعربيته، لكن تايلر بيرجع بالعربيه بسرعه وبيخبط عربيه ساجو وساجو بيتصاب. وتايلر بياخد اوفي بعدها وبيهربوا لمبنى سكني قريب. قوات الشرطه بيدخلوا وراهم وبيبداوا يدوروا عليهم، وتايلر بيظهر فجاه لواحد من قوات الشرطه وبيضربه وبيخلص عليه بكل سهوله. واوفي بيشوف اللي تايلر عمله وبيكون مصدوم من اللي بيحصل، وبيمشي مع تايلر بعدها في هدوء. وتايلر بيقابل 2 شرطيين كمان وبيخلص عليهم، وبيشتبك بعدها مع واحد تالت. وساعتها جندي مصاب بيحاول ان هو يمسك اوفي، لكن اوفي بيهرب منه وبيسأل تايلر بعدها وبيخلص على الشرطي ده وبياخد اوفي وبيكملوا هروب من المكان. وفي الطريق بيقابل مجموعه كبيره من قوات الشرطه، وتايلر بيخلص على كل اللي بيقابلهم وبياخد اوفي وبيطلعوا على سطح مبنى بعدها، وبينطوا هما الاثنين لمبنى جنبه، ومن المبنى ده بيحاولوا هما الاثنين يتسللوا عشان يهربوا. لكن تايلر بيقابل ساجو وبيشتبك معاه، وساجو بيكون ضابط سابق وخبير هو كمان في فنون القتال، وتايلر بيحاول ان هو يتغلب عليه وبياخدوا وبيقعوا هما الاثنين في الشارع. بعد ما بيستجمعوا قوتهم هما الاثنين بيقوموا صعوبه من على الارض وبيرجعوا يشتبكوا مع بعض باسلحه حاده. وبعد معركه طويله بينهم هما الاثنين تايلر بيقدر ان هو يتغلب على ساجو وبيوقعه، لكن فجاه عربيه بتظهر وبتخبط تايلر وبتطيره من على الارض. وساجو بيقوم بعدها وبيلاقي 3 شرطيين بيحاولوا ان هم يخطفوا اوفي، فبيخلص عليهم هما الثلاثه بكل سهوله، وبياخد اوفي بعدها وبيحاول ان هو يبعد بيه عن المكان، لكن فجاه عربيه بتخبط ساجو هو كمان وبيقع في الارض. والمره دي بيكون تايلر
هو اللي خبطه وبيطلب من اوفي ان هو يركب معاه بسرعه، واوفي فعلا بيركب معاه، وتايلر بيتحرك بعربيه النقل بعدها وبيشيل بيها كل العربيات اللي في طريقه، وقوات الشرطه بترصد مكانه وبيبداوا يطاردوه لحد ما تايلر بيقرب من كوبري وبينط هو اوفي من العربيه، وبيسيب العربيه بتخبط في انابيب غاز والعربيه بتنفجر بعدها، وبيبلغوا امير ان تايلر واوفي اكيد ماتوا في الانفجار ده، لكن امير بيقول لهم ان هو لازم يشوف جثثهم الاول عشان يتاكد. وفي نفس الوقت تايلر بيهرب مع اوفي من تحت الكوبري وبيرجعوا يهربوا في شوارع ضاقه من تاني، وساجو بيقوم بعد خبطه العربيه اللي اخدها، بيكون واضح ان جسمه اتبهدل خالص وعنده اصابات كتير، وامير بيعرف بعدها ان تايلر واوفي لسه عايشين، فبيأمر الضابط اللي معاه انه يوجه كل قواته عشان يخلصوا على تايلر واوفي. وبالليل تايلر بيتسلل لمصنع يتيم مع اوفي عشان يرتاح شويه، وبيبدا ان هو يعالج اصاباته بعدها، واوفي بيساعده، ونيك بتتصل بيه وبتقول له ان امير امر قوات الشرطه انهم يقفلوا المدينه كلها ويتفهموا ان مهرجان ابو اوفي رفض يدفع باقي الفلوس، وانه طلب من ساجو ان هو يرجع له ابنه بعد ما تايلر ينقذه من ايد امير عاصف، وبتبلغوا ان هم هيبعتوا له مروحيه عشان تخرجه من مدينه داكا، لكن في نفس الوقت لازم يسيب اوفي ويهرب، وده لانها اعتبرت ان المهمه فشلت. بس تايلر ساعتها بيفتكر ابنه وبيرفض ان هو يتخلى عن اوفي اللي بيكون اتعلق بتايلر، وبعدها بيحكي له ان هو مش موافق عن شغل ابوه وان هو بيعتبر ابوه مجرم. وبنرجع لساجو اللي بيكون حجز اوضه في اوتيل صغير، وبيبقى واضح على جسمه كميه اصابات خطيره، وبيكون في كسر في مناخيره، وساجو بيرد الكسر ده بايده، وبعدها بيتكلم مراته وابنه علشان يسلم عليهم، وبيقول لمراته ان هو لو ما رجعش في خلال 12 ساعه تاخد ابنهم والفلوس اللي سايبها لهم ويهربوا بعيد. نيك بعدها بتكلم تايلر بتقول له بعدها ان هي جهزت له الطياره عشان تقربه هي واوفي، وتايلر بيصحي اوفي وبيخرجوا بسرعه وبيركبوا عربيه بعدها، وتايلر بيحاول انه يخليها تدور، لكن اتنين من عصابات امير بيشوفوهم وهم بيحاولوا يهربوا وبيضربوا عليهم نار، فتايلر بيبعد اوفي عن المكان بسرعه وبيمسك سيخ حديد وبيغرزوا في عجلات الموتوسيكل بتاعهم، والموتوسيكل بيتقلب بيهم هما الاثنين وبيقعوا على الارض، وتايلر بيتفاجئ بعدها انهم مجرد اطفال، فبياخد منهم السلاح وما بيرضاش ان هو يأذيهم، لكن بيتفاجئ بمجموعه تانية من المراهقين بيضربوا عليهم نار، والمجموعه دي بيكون بيقودها فراد، فتايلر بيرمي عليهم قنبله غاز وبيبدا يضربهم كلهم وبيوقعهم واحد ورا التاني، وفراد بيشتبك بعدها بعنف مع تايلر، لكن تايلر بيضربه بكل سهوله بس ما بيرضاش ان هو يخلص عليه، وبيهرب بعدها مع اوفي، لكن قوات الشرطه بترصد مكانه، فبياخد اوفي وبينزلوا يستخبوا في انفاق الصرف، وبيكلم نيك بعدها وبيقول لها تتصل بصديق ليه اسمه ساجبر وهو هيتصرف، وبيقول لها كمان يا ريت تعمل كده بسرعه لانه محبوس دلوقتي في انفاق المجاري، وفعلا نيك بتتصل بساجبر صديقه، وشاسبر بعدها بيوصل لمكانهم بيخلق تايلر واوفي وبياخدهم معاه في عربيته، بيروح بعدها لبيت جاسبر عشان يقربهم من رجاله امير بعد ما الجو يهدى، وبيقعد تايلر مع جاسبر وبيفتكروا ايام زمان، وجاسبر بيقول بتايلر ان هو مديون له بحياته لان تايلر انقذه من الموت قبل كده. المهم بعد ما بيتكلموا شويه جاسبر بيسيب تايلر عشان يرتاح، وبنروح لمالها ليلي بيملكه امير عاصف، وفراد ساعتها بيزور امير وهو قاعد بيتعشى، وفراد بيكون قطع صباع ايده وبيقدمه هديه لامير وبيقول له ان ده اعتذار منه لانه ما قدرش يخلص على تايلر، وبيطلب منه كمان ان هم لما يقبضوا على تايلر يسيبه هو اللي يخلص عليه لانه بيعتبر ان تايلر هانه، وامير بيكون معجب بولاء فراد ليه وبيقعدوا معاه على العشاء، وفي بيت جاسبر اوفي بيكون صاحي وتايلر بيقعد جنبه وبيفضلوا يتكلموا مع بعض هما الاثنين على حياتهم، وتايلر بيقول لاوفي ان هو فقد ابنه اللي كان مريض من فتره كبيره وانه دايما حاسس بالذنب لانه ما كانش جنب ابنه قبل ما يموت لانه ساعتها كان بينفذ مهمه، واوفي بيواسيه وبيقول له ما يتحملش على نفسه، وتايلر بعدها بيسيب اوفي ينام، بيلاقي بعدها جاسبر رجع للبيت وبيقعد بعدها مع تايلر عشان يدردشوا كالعاده، في وسط كلام بيقول له انهم بيكبروا في السن وانهم دلوقتي بقوا محتاجين للفلوس اكتر من الاول، وده لان جاسبر بيكون خاين لانه بيبلغ تايلر بعدها ان امير عاصف يبقى صديقه، وبيقول له ان امير هيسلم تايلر 10 مليون دولار وهيسيبه يمشي مقابل انه يسيبه يخلص على اوفي، فتايلر بيتعصب وبيقول لجاسبر انه خانه وبيضربه، لكن جاسبر بيكون مصمم ان هو ينهي الموضوع وبيقول لتايلر ان هو يخلص على اوفي بنفسه، وتايلر بيشتبك معاه وبيوقع منه مسدس وبيبداوا يضربوا بعض هما الاثنين، وساعتها جاسبر بيقدر ان هو يتغلب على تايلر ويوقعه على الارض، وبيحاول بعدها ان هو يتخلص منه، في اللحظه دي اوفي بيصحى وبيمسك مسدس جاسبر وبيهدده بيه، فجاسبر بيحاول ان هو يهجم على اوفي واوفي بيضربه رصاصتين وبيخلص عليه، وبيفضل قاعد بعدها مصدوم من اللي بيحصل وبيقعد يعيط وبيقول لتايلر ان هو عايز يرجع لبيته، وتايلر بيبعده ان هو يرجعه لبيته ومحدش هيأذيه، وبيتصل بعدها بساجو وبيقول له ان هو عاوز يقابله عشان هو عايز يسلمه اوفي، وبياخد اوفي وبيقابله فعلا زي ما قال له، وساجو بيستغرب ان تايلر عايز يسلمه اوفي بالسهوله دي، وبيشكر تايلر وبيقول له ان مهرجان كان هيتخلص من عيلته لو ما انقذش اوفي ابنه، وتايلر بيقول له ان هو بقى مش عاوز فلوس وان كل همه دلوقتي
اوفي ان اوفي يرجع لبيته سليم، وبيتفق مع ساجو ان هو يخط هروبهم هو واوفي، وبيقول له ان هو يشغل عصابه امير لحد ما يهربوا. وتايلر بيطلع بعدها المبنى وبيوجه قذيفه لعربيه فيها رجاله من عصابه امير وبيفجرها، وساجو ساعتها بيستغل الانفجار وبيهرب بسرعه بعربيه هو واوفي. قوات الجيش بترصد مكان تايلر وبيفتحوا عليه النار وبيضربوا عليه قذيفه وبيفجروا الشباك، لكن تايلر بيفاديها بسرعه وبيبدا بعدها يخلص على كل الجنود اللي بيوصلوا له. وفي الوقت ده ساجو بيلاقي ان قوات الشرطه قافلين الممر الوحيد اللي ممكن يقدروا يهربوا منه، بيكونوا بيفتشوا كل العربيات عشان يدوروا على اوفي. فساجو بيضطر ان هو ينزل من العربيه ويمشي هو واوفي على رجليهم عشان يعدوا الجسر، وبيكون امير بيراقب كل التطورات اللي بتحصل دي مع الضابط اللي بيشتغل لحسابه. وتايلر بيكون مشغول بالجنود اللي رصدوا مكانه واللي بيحاولوا يوصلوا له. المهم ان واحد من الضباط اللي على الجسر بيشك في ساجو وبيوقفه وبيأمره ان هو يخلي اوفي يخلع الكاب اللي على راسه عشان يتاكد من هويته. واول ما اوفي بيخلع الكاب الضابط بيعرفه ويحاول ان هو يخلص عليه، لكن ساجو بيكون اسرع منه وبيخلص عليه هو وثلاث جنود معاه. والقوات اللي على الجسر بعدها كلهم بيبداوا ان هم يشتبكوا معاه، فساجو بيستخبى ورا عربيه مع اوفي وبيخلص بعدها على اي حد يقرب منهم. وبعد ما ساجو بيخلص على معظم القوات اللي كانوا موجودين، امير عاصف بيأمر الضابط اللي معاه انه يبعت وحدتين مسلحين عشان يخلصوا على ساجو واوفي. وفي الوقت ده تايلر بيخرج من المبنى اللي كان فيه وبيقابل بعدها قوات تانية من الشرطه وبيخلص على عدد كبير منهم. وساجو بيبعد اوفي وبيخبيه في اتوبيس على الجسر، بيقول له ان هو يشتبك مع القوات دي عشان يبعدهم عنه، وبيخرج يضرب نار على طياره هليكوبتر وقوات امير عاصف، والطياره بترد عليه بنار كثيفه جدا، لكن ساجو بيقدر ان هو يفاديها. في اللحظه دي نيك بتوصل مع فريقها باسلحه تقيله عشان ينقذوا تايلر اللي بيكون لسه بيشتبك مع جنود امير، ويبلغ نيك ان هو في الطريق ليها. ونيك بعدها بتضرب قذيفه على الطياره الهليكوبتر وبتدمرها، وتايلر بيرمي قنبله ضوئيه على مجموعه جنود كانوا محاصرينه وبتخلص منهم كلهم. بعدها بيدخل يرمي قنبلتين جوه حامله جنود مدرعه وبيفجرها هي كمان، وبيجري بعدها في اتجاه الجسر عشان يقابل نيك، وهناك بيقابل ساجو اللي بيكون لسه بيشتبك مع جنود امير. وتايلر بيساله عن مكان اوفي، ساجو بيقول له ان هو خباه في باص قريب عشان يبعدوا عن الخطر. في الوقت ده هياز اخو نيك بيكون على بعد دقيقتين منهم طياره هليكوبتر عشان ياخد نيك وتايلر والفريق بتاعهم ويهربوا. وتايلر بعدها بيكون وصل للجسر وبيبدا ان هو يخلص على عدد كبير من الجنود اللي كان بيقابلها. ساجو هو كمان بيكون في معركه قويه على جنود امير وبيخلص على عدد كبير منهم، لكن بيتصاب بعدها اثناء المواجهه. ووفي بيكون مستخبي وبيشوف جنود بيقربوا من مكانه فبيخرج من الباص وبيبعد عنه. في الوقت ده الضابط الفاسد اللي مع امير بيضرب على ساجو رصاصه بقناصه وبيموته، وبيبدا بعدها يخلص على فريق نيك واحد ورا تاني، وبيرصد مكان تايلر هو كمان على الجسر وبيستنى الوقت المناسب عشان يتخلص منه. ولكن في نفس الوقت نيك بترصد مكان الضابط ده وبتستخبى عشان تقتله. وتايلر بيقابل مجموعه تانية من الجنود بيخلص عليهم في طريقه، لكن الضابط القناص بيضرب رصاصه عليه وتايلر بتصاب اصابه قويه. وقبل ما الضابط يخلص على تايلر وبيكون موت كل جنود امير تقريبا، نيك بتصطاده برصاصه وبتخلص عليه. تايلر بيقع بعدها على الارض بسبب اصابته وبيبدا يفتكر ابنه اللي مات. ووفي بيوصل في اللحظه دي وبيقعد يعيط جنب تايلر وبيكون مش عاوز يسيبه، لكن تايلر بيطلب منه ان هو يجري في اتجاه نيك بسرعه. وفريق نيك بيكونوا سيطروا على الجسر بيستعدوا للهروب كلهم. بعد ما يزق اخو نيك بيوصل بالطياره، ووفي بيجري بنيك زي ما تايلر طلب منه، ونيك بتفضل مستنيه تايلر هي وفريقها عشان يهربوا كلهم، لكن تايلر بيرفض ان هو يروح له وبيحاول يحمي فريقه وبيشتبك مع جنود امير الباقيين وبيتخلص منهم. وقبل ما يروح لنيك عشان يهربوا، واحد من رجاله امير بيضرب تايلر برصاصه في ظهره وبيهرب، واللي ضرب تايلر ده يبقى فورد اللي تايلر مرضيش يضربه قبل كده لانه يعتبر لسه مراهق. تايلر بعد اصابته دي بيقع على الارض وبيقوم بصعوبه بعدها وبيمسك في سور الجسر وبيشوف اوفي لاخر مره لما اوفي بيجري عليه وهو بيعيط. وتايلر بيبص له وبيودعه، بيشوف صوره ابنه اللي مات قبل ما يقع من فوق الجسر وينزل في النهر. ونيك بعدها بتقدر انها تاخد اوفي وتهرب، وامير بيشوفهم وهما بيهربوا وبيعرف ان هو خسر المعركه. بعد 8 شهور من اليوم ده وفي مكان ما، اوفي بيكون رجع لحياته من تاني بعد ما تايلر ضحى بحياته عشان ينقذه. وامير عاصي بيكون في يوم في مطعم ضخم وعصابته بيكونوا بيحرسوه كالعاده وبيسيبهم بعدها وبيدخل الحمام، وفجاه بيلاقي نيك واقفه جنبه وبتبص له وبتبتسم، تضرب عليه رصاصه وبتخلص عليه بكل هدوء وبتسيبه بعدها وبتخرج من المكان. وبعدها اوفي بيكون في تمرين السباحه بتاعه وبيغطس في الميه على طريقه تايلر. لما بيخرج بيظهر كده ان تايلر لسه عايش واقف قدامه. لو عجبك الفيلم تنساش الشير واللايك والسبسكرايب عشان تشوف كل جديد.